اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، وقبل ما أبدأ القصة عايزة أقول لكم إنها حقيقية، ويلا بينا نبدأ قصتنا. هتعملي إيه يعني؟ مش فاهمة كلامك. ربنا عمره ما هيديك عيل، والله ما تعرفي أنا هعمل إيه. هجيب لك الشيخ يتوضى باللبن في الحمام. وقبل ما أبدأ القصة أحب أعرفكم عن نفسي. أنا اسمي نجلاء، عندي 30 سنة، وفي يوم كنت راجعة من بره وسمعت سلفتي وجوزها كانوا بيتكلموا. هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه اي حاجه. الفتره دي بقيتي تخرجي كتير قوي، المفروض انك عارفه ان انا كام يوم وماشي، المفروض تقعدي معايا شويه. ما هو اصل بص يعني اقعد لما نتكلم. انا بصراحه كده بقى عملت حاجه، وعارفه انها هتعمل مشكله بيني وبينك، وعارفه ان انا غلطانه، بس انا غصب عني. انت عارف ان انا نفسي اكون ام. ايوه يعني قولي اللي عندك، عملتي ايه؟ بصراحه كده بقى رحت سحبت الفلوس ودفعتها عشان خاطر يعني اعمل عمليه الحقن. هو انت ايه؟ ما فيش فايده فيكي يا شيخه بقى، حرام عليكي، دي 3 مرة تعمليها وفي الاخر مش بيحصل حمل. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، حرام عليكي اللي بتعملوا فيا ده. ارحميني بقى، انا تعبت قوي. فلوس فلوس فلوس، ربنا عالم انا بجيب الفلوس دي منين. وبعدين هي المشكله كانت من عندي عشان تقولي كده. وفي الوقت ده الباب خبط وفتحت، وكانت نجلاء سلفتها. هو في ايه بالظبط؟ حرام عليكم على طول كده صوتكم عالي. تعالي شوفي يا نجلاء، الهانم اللي كل مره بقى تحطني قدام الامر الواقع، راحت ودفعت فلوس عشان تعمل بيها حقن مجهري. لا طبعا، ايه اللي انت عملتيه ده؟ غلطانه، ازاي تعملي كده؟ دي فلوس جوزك ولازم تاخدي اذنه الاول قبل ما تتصرفي في اي حاجه. بالله عليكي بلاش تعملي بقى فيها 7 رجاله. وبعدين قولي هنا، انت مالك اصلا باللي حصل ده؟ ولو سمحت بلاش تطلعني غلطانه قدام حد. انا اسفه ان انا اتدخلت، حقكم عليا. وبعدها نزلت. هو انت ايه يا شيخه؟ ايه طريقه الكلام دي؟ انت ايه ما عندكش دم خالص؟ واعملي حسابك بقى ان الفلوس دي هترجع، انت فاهمه ولا لا؟ وفي شقه نجلاء كانت قاعده مع جوزها اللي اسمه حسام. بجد انا زهقت من دي وعايزه اتكلم مع محمد يتجوز حتى يعني في البلد اللي هو فيها، بدل اللي هي عامله فيه ده. لو سمحت يا حسام خلينا في حالنا. المهم انا عايزه اطلب منك طلب، ومش عايزاك تقول لا. انت عارف ان اختي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبعدين اخويا واخدها، بس مراته بتعملها وحش قوي، وانا مش عارفه اعمل ايه. بص انا والله العظيم ما عنديش مشكله ان اختك يعني تيجي، بس كل اللي انا عايزه منك ان مكانها يعني يكون نظيف. انا اسف يعني مش عايز اي غلط في الشقه، غير كده هاتي اللي انت عايزاه. ربنا يخليك ليا، مش عارفه اشكرك ازاي على اللي بتعمله معايا ده. وبعدها خرج وشويه وراحت نجلاء عند اخوها. وفي شقه اخوها كانت قاعده نهى، وقدام منها سومه اخت نجلاء، وكانت سومه وقعت الاكل. منك لله يا بعيده، اللي انت عملتيه ده ازاي توقعي الحاجه كده؟ وفي الوقت ده سومه فضلت تعيط. ما كانش قصدي. اعملي فيها عبيطه بنت انتي، والله العظيم ما حد هيروق بقى غيرك انتي، سامعه ولا لا؟ وبعدها فعلا خلتها تروق، ونجلاء خبطت وفتحت نهى. ازيك يا نهى، عامله ايه؟ مالك واقفه كده ليه؟ هو ايه يا اختي في ايه؟ ما فيش تليفون يعني تتصلي قبل ما تيجي؟ جايه كده زي القدم مستعجل؟ انتي ايه ها؟ مالك بتتكلمي معايا كده ليه؟ وبعدين على فكره بقى انا جايه اشوف اختي. والله وطالما يا اختي انت عندك دم قوي كده خديها معاكي بدل ما تشوفيها بس وخلاص. على فكره انا خلاص جبت اخري. قوليلي، هو اخويا عارف باللي انت بتعمليه ده؟ يا شيخه بقى حرام عليكي، دي تعبانه. بقول لك ايه، انا خلاص تعبت منها، خديها انا مش عايزاها. هو في ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ هو انت هنا يا نجلاء؟ وانا برضو بقول ايه الصوت العالي ده؟ ما هو انت لازم بقى لما تيجي تخليناه صوت عالي كده. لا والله هو ده اللي ربنا قدرك عليه. حرام عليك يا اخي، انا زهقت من الطريقه دي، والحمد لله بقى ان حسام جوزي وافق ان انا اخد اختك عندي بدل اللي بيحصل ده. حلو قوي الكلام ده. طب يلا يا نهى حضري ليها بقى هدومها، خلينا بقى نخلص على طول. هوا والله هعمل كده ماشي. وبعدها دخلت الاوضه وحضرت الهدوم. طب تمام، ممكن بقى الفيزا بتاعت اختك، ولا عايز بقى راجل غريب هو اللي يصرف عليها؟ نعم يا اختي، قولي بقى ان انت طمعانه في الفلوس صح؟ مش جايه تاخدي اختك كده وخلاص. بقول لك ايه، انا اولى بالفلوس دي، واكيد مش هسيبك تاخديها، ولو بقى الفلوس مقابل انك تسيبي اختك يلا سيبيها وانا اشيلها. ايه ده في ايه؟ اللي غير الدنيا تاني. بقول لك ايه، انا مش قادره اشيل، انت سامع ولا لا؟ خليها تاخدها وهي ماشيه. لو انت عايز بقى الفلوس خدها، بس اعمل حسابك ان ربنا عمره ما هيسامحك على اللي انت عملته ده. وبعدها اخدت اختي ومشيت. وفي شقه حماتي نزلت ايه. مالك ايه يا حبيبتي؟ شكلك عامل كده ليه؟ هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ انا هقولك. وبعدها قالت لها على كل حاجه. برضو انت الغلطانه، كنت المفروض قلتي له قبل ما تعملي اي حاجه، ما ينفعش اللي انت عملتيه ده. وفي الوقت ده دخلت انا واختي. الله الله الله، ايه ده؟ انت جايبه اختك هنا تعملي ان شاء الله؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصه قرف.
ايه يا حماتي طريقة الكلام دي؟ اعرف ايه بس؟ وبعدين على فكرة بقى، انا مستأذنة من جوزي انها تيجي كل يوم. نعم؟ ومش المفروض قبل ما تجيبي اي حد البيت تقولي لصاحبة البيت الاول، ولا هي وكالة من غير بواب؟ والله انا جايباها في شقتي عشان مش عايزة كلمة من حد. قصدك ايه يا حبيبتي؟ ان انا احط لساني جوه بقي ولا ايه؟ اكيد يا حماتي، يعني ما اقصدش كده، انا اقصد على ايه. لا يا حبيبتي، البيت ده بيتي وهي عندها حق، وبعدين ذنبه ايه ابني يعني يشيل واحدة زي دي؟ والله انا مش عارفة هو ازاي بيعمل كده وموافق على المهزلة دي يا حماتي. حرام عليكم بقى، بطلوا اللي انتوا بتعملوه ده، انا زهقت. انا مش عارفة يا حماتي مالك، ليه مش عايزة تحبيني مع ان والله انا كويسة من ناحيتك؟ ده انت لو حتى نورتيلي صوابعك ال10 دول شمع ومفكرة بقى ان انا ممكن احبك يبقى بتحلمي. ده انا يا بنت اطيق العمى ولا اطيقك، وانت عارفة كده كويس. وده كله ليه؟ هو انا كنت عملت ايه بس لكل ده عشان تقولي كده؟ هو انت مالك يا اختي عامله فيها مظلومه قوي كده ليه؟ هو انت ناسيه ان بسببك خسرت اختها عشان جوزك فضلك على بنت اختها؟ والله العظيم يا حماتي حرام اللي انت بتعمليه ده. هو انت مش عارفه ان الجواز اسمه نصيب، وانه حسام لو كان عايز يتجوزها كان عمل كده؟ انا ماليش دخل في اي حاجه. بلاش يا اختي جو الصعبانيات اللي انت عايشالي فيه ده، ما انت لو ما كنتش لفتي عليه زي الحربايه ما كانش اتجوزك ولا ايه يا حماتي؟ انا مش فاهمه انت مالك بالحوار ده، يعني بدل ما تهدي الدنيا تقولي الكلام ده؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، مش انت اللي تقولي الايه الكلام ده عشان هي مكاني وتقولي ليه عايزاه، وانت ان اختك بقى تقعد هنا، روحي رجعيها مطرح ما كانت. هو في بالظبط يا ماما؟ وايه الكلام دوت؟ ومين دي اللي عايزاها تمشي؟ الزفت يا اخويا اللي مراتك جايباها وقال ايه عايزانا احنا نلبسها. بقول لك ايه يا حسام، انت ولا قد مصاريفها ولا قد البدله اللي هتعملها. انا من رايي انها ترجعها لبيت اخوها، هو اولى بيها مش انت. بقول لك ايه يا ماما، انا اللي قلت لنجلاء انها تجيب سمو هنا عشان تخلي بالها منها، وعلى ما اظن يعني هي هتفضل قاعده في شقتي، وما تقلقيش مش هتنزلك خالص ولا تبهدل الدنيا. يلا يا نجلاء اطلعي قدامي. وبياخدنا وبنطلع على فوق، وساعتها ايه بتقرب من حماتي. شفتي العقربه ديت سحر ابنك ازاي؟ مش بيقدر بقى يرفض لها كلمه. انا مش فاهمه هي عامله له العمل دوت في مكان ايه؟ والله العظيم ما تعرفش انا عامل فيها ايه. دي كل يوم والتاني حسابها بيتقل قوي معايا، ولما تقع محدش هيسمي عليها. ايوه كده يا حماتي، وخلي بالك دايما ان هي السبب في ان اختك الوحيده تقاطعك خالص، لولاها كنتوا زمانكم بقى سمنه على العسل. عندك حق يا بنت يا ايه، وكل ما افتكر الحوار ده بتضايق بشكل، وبتبدا الحما تفتكر اللي حصل زمان. فلاش باك. حماتي واقفه مع حسام. هو انت ازاي تاخدي قرار زي ده من غير ما ترجعي لي؟ هو انت مش عارفه يعني ان انا بحب نجلاء ومش هقدر استغنى عنها؟ بلا حب بلا جواز، انا كنت سايباك تلعب براحتك شويه، بس وقت الجد مش هتتجوز الا مريم بنت اختي. انا اديت لها كلمه وهي اقلمت نفسها بقى ان انت المريم ومريم ليك. بقول لك ايه يا ماما، انت عارفه كويس قوي ان انا مستحيل اوافق على الكلام ده، وجوازي مش هيبقى الا من نجلاء. سمعتي بقى ولا لا؟ واللي يحصل بقى. وقتها بتيجي سميرة اختها وبتسمع اللي اتقال. الكلام دوت ايه اللي انا سمعته ده؟ هو انا بنتي وحشه ولا بنتي وحشه عشان ابنك يعني يتفرد ويتني عليها بالشكل ده؟ ايه دي يا سميره، انت فاهمه الموضوع غلط. حسام مش هيجوز الا مريم، هي اللي ما تتسماش اللي لف عليه، وهي اللعبه في دماغه مش اكتر. بقول لك ايه يا ماما، انا ما بحبش القيل وقال، انا بحب نجلاء ومش هتجوز اللي هي. ومريم بقى ديت شوفوا لها عريس بعيد عني. اديني هو قلت لك انا مش هتجوز واحده على اخر الزمن ما بحبهاش. هو انت مالك يا اخويا بتتكلم على بنتي كده ليه؟ اللي يشوفك وانت بتتكلم عليها كده يقول ان انا رمياها. وانت يا نبويه، انت بقى ان انت ليكي اخت بعد النهارده، بعد الكلام اللي ابنك قاله ده. اهدي بس يا سميره بالله عليكي، انا هقعد معاه واقنعه. انت عارفه كويس قوي ان انا بحب بنتك قد ايه، ومش عايزه واحده غيرها تكون مرات ابني. والله يا حبيبتي بقى انت تقولي الكلام ده للمحروس ابنك مش ليا. قال ايه مش عاجبه بنتي، واللي يسمعه كده يقول ان بنتي بايره. دي بنتي دي بس تشاور كده بايديها يجي لها 1000 عريس واحسن من ابنك مليون مره. ده ايه القرف ده؟ وبتاخد بعضها وبتمشي. عاجبك اللي انت عملته ده بسبب الزفته اللي انت بتحبها؟ خسرتني اختي، هتصرف ازاي دلوقتي؟ والله بقى دي مش بتاعتي، عشان بعد كده تساليني قبل ما تخطي خطوه. انا مش عيل صغير عشان تعملي اللي انت عملتيه ده. واعملي حسابك انا اروح اتقدم لنجلاء واخلي الجواز على طول. ده على جثتي ان خليتك تتجوزها تبقى بتحلم. يبقى انت اللي اخترتي يا ماما، ما انت لو مش هتيجي معايا انا اشوف اي شقه بره اقعد فيها طالما انت هترفضي الجوازه دي. وبيسيبها وبينزل، وقتها ايه بتيجي. انا مش فاهمه هو حسام ده ماله؟ حصل في دماغه ايه؟ بدل ما يقول الاقربون اولى بالمعروف عايز بقى يتجوز واحده غريبه. والله اعلم الدنيا نظامها معاها. مش هو اللي اختار، يبقى بقى يشوف لها اي شقه بره وبعيده عني. مستحيل ابدا ان اللي سبب ان اختي تزعل مني انها تدخل بيتنا تاني. لا مؤاخذه يعني حماتي، تبقي غبيه لو عملتي كده.
انت عايزه البت دي تستفرق بيه ولا ايه؟ اذا كان دلوقتي خليته يقف قدامك ورفض اللي انت عايزاه وهو معاكي في نفس البيت، امال بقى لما يبعد عن عينيكي وياخد شقه بره اللي هيحصل؟ طب والعمل ايه؟ انت ما تعرفيش من ساعه ما اختي مشيت وانا مش طايقه نفسي ازاي. في بقى ان انت توافقي ان هما يتجوزوا وتروحي كمان معاه وتتفقي معاهم على كل حاجه. انا عايزاكي تبقي في ضل كده يا حسام وما تسيبوش لحظه. انت شكلك كده اتجننتي، انت عايزاني انا اروح معاه عشان ما تسماش ديت تبقى انتصرت عليا؟ ده على جثتي يا اختي لو انا مش هتلاقي في جوازه. اهدي بس يا حماتي واسمعيني للاخر، انا بقول كده عشان تبيني بقى لحسام ان فرحته من فرحتك لحد ما يجوزها، وساعتها بقى نشتغل لها في الجن الازرق من تحت لتحت لحد ما تزهق وتتطلق من حسام ويعرف بقى ان اختياره كان غلط. يا بنت الايه آية، ده انتي طلعتي داهية وانا اللي كنت بقول عليكي طيبة. انا كده فهمتك. وفعلا بعدها بيتكلم حسام اللي بيتفاجئ قوي ان امه وافقت انه يتجوز نجلاء، وفعلا بيتم الفرح. ومن وقتها واختها بتقطعها لما بتعرف انها ما سابتش حسام ولا خطوة واحدة. ومن ساعتها والام مش طايقة نجلاء، ومن اقل حاجة بتحب تعمل مشكلة معاها. نرجع فلاش باك وعند كمال. يا نهى انتي ما تعرفيش، اول مرة اقعد في الشقة كده وانا رايق كده من الدوشه اللي اسمها سومه دي يا شيخه، ما كانتش عيشه. يا رب بس اختك تفضل مخليها عندها بدل ما تيجي وتلزقها فينا تاني. اصلا انا عارفه لو استحملت يوم مش هتستحمل بقى اليوم التاني، لا هي ولا جوزها. لما يجي وقتها بقى يبقى يحلها الف حلال، واحسن حاجه انها سابت الفيزا قبل ما تمشي. بصراحه كده اختك طماعه بشكل، قال ايه عايزه تاخدها بالفيزا كمان. انا مش فاهمه هي زي ما اتكسفتش لما قالت الكلام ده، على اساس يعني ان احنا هبل عشان ده لها. سيبك منها، بقول لك ايه، قومي البسي هنخرج بقى ناكل في مطعم ونغير جو شويه. ايوه كده، ثواني واخرج على طول. وبتدخل على جوه وبتلبس، وبيعدي كام يوم وفي مره جه حسام. شكل وش اختك حلو عليا، تصوري الفلوس اللي كانت متاكله عليا فاكراها بقى اكتر من سنه، والراجل كان رافض بقى يدفعها لي، لقيته جاي وجايبها لي وبنفسه كمان، مع انه يعني كان رافض حاجه زي كده. الحمد لله يا حبيبي، ربنا يوسع رزقك كمان وكمان. صحيح انا كنت رحت النهارده وطلعت الفيزا بدل اللي كمال اخدها، وخلاص كل حاجه بتاعت سومه هتبقى تحت امري. ليه يا نجلاء عملت كده؟ الحمد لله مستوره، وانا ما كنتش عايز اي جنيه من اختك، انا كنت متكفل بيها. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده، وغير كده بقى سومه بتقبض وحرام اسيب المعاش لكمال اخويا، ملوش اي حق ان هو ياخده، ودي حاجه سومه حرام لو سبتها له. اللي يريحك يا حبيبتي واللي انت عايزه اعمليه، اهم حاجه انا مش عايزه اي حاجه تنقص بقى لسومه خالص. لو محتاجه فلوس قولي ومالكيش دعوه. وفي الوقت ده عند آية كان محمد عمال يزعق. بالله عليك كفايه اللي انت بتعمله ده، هو انت عايز بقى اللي اسمها نجلاء دي تسمعك وتيجي بقى تشمت فيا؟ هو ده كل همك ومش همك بقى كلام جوزك؟ هو انا مش قلتلك تجيبي فلوس الحقن؟ هو انت ايه مش بتفهمي؟ ما انا مش هرمي فلوسي في الارض. اهدى بس يا محمد، هو انت اللي مش واثق ان ممكن المره دي تنجح؟ انا حاسه كده ان المره دي غير. انا والله زهقت من الكلمه دي. ماشي يا آية، انا موافق ان انت تعملي الحقن، بس اعملي حسابك لو المره دي ما نجحتش انت بقى ان انا هرمي تاني فلوس في الارض. انت سمعتي ولا لا؟ ان شاء الله هتنجح، انا حاسه بكده ومتفائله خير المره دي ان شاء الله، ربنا معانا. وبعدها دخل جوه، وتاني يوم بيروح كمال عشان يصرف المعاش، وكل ما يدخل بطاقه تترفض لحد ما بيخلص وبيروح على البيت. كمال كويس اني جيت قبل ما انزل، ايدك بقى على فلوس المعاش عشان في حاجات كتير قوي عايزه اجيبها النهارده. اسكتي يا نهى، انت ما تعرفيش اللي حصل. تصوري كل ما احط البطاقه تترفض، انا مش فاهم في ايه. ده انا كل شهر اول ما بحطها بتتقبل على طول وبصرف منها المعاش، انا مش فاهم اللي حصل بالظبط. يبقى المحروسه اختك عملتها وطلعت بقى بدل فائد. انا طول عمري بقول ان اختك دي ميه من تحت تبن وانت ما بتصدقنيش. ده نهارها مش هيعدي النهارده لو فعلا بقى عملت كده، ما تعرفش انا ممكن اعمل فيها ايه. وبينزل بسرعه وبيروح لنجلاء اللي اول ما فتحت. في ايه كمال مالك بتخبط كده ليه؟ الباب كان هيتكسر، ايه اللي حصل؟ هو انت لسه شفتي حاجه؟ ما تعرفش انا عم فيك ايه بقى؟ بتروحي بقى وبتلغي الفيزا اللي معايا؟ هو انت مفكره انا ممكن اسيبك بعد اللي انت عملتيه ده؟ هتثبت الفيزا. هو انت مفكر ان عملت كده ليه عشان يعني اخد منها حاجه زي ما انت كنت بتعمل؟ لا طبعا، انا اي جنيه هصرفه هتحاسب عليه. ده انت يومك النهارده مش معدي، ما انت لو ما رجعتليش بقى الفيزا ما تعرفش انا عم معاك ايه. وقتها حماتي بتطلع الصوت. جرى يا جدعان انت اتجننت ولا ايه؟ انت ازاي تيجي هنا وتزعق كده اهو؟ ايه شايفه وكلام من غير بوابه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حاجه، اركني انت على جنب دلوقتي، انا جاي اتكلم مع اختي كلمتين، مالكيش دعوه انت بقى. وانت بنت انت، انا مش هتنقل من هنا الا لما اخد الفيزا. ده انت ما عندكش دم بصحيح، هو انت عايز تاخد معاش اختك
وابني بقى اللي يصرف عليها؟ فعلا اللي اختشوا ماتوا. ايه دي يا حماتي عشان خاطري؟ وانت يا كمال امشي من هنا، انت مالكش الحق انك تاخد جنيه واحد من فلوس اختك، ما ينفعش اصلا، هي اولى بالفلوس دي. ماشي يا نجلاء انا همشي، بس ما تعرفش بقى انا عامل فيك ايه، لو الفيزا ما رجعتش ما تلوميش بقى غير نفسك. وبعدها بيمشي. عاجبك يا اختي المحروس اخوك اللي هببه ده بقى يجي هنا ويعلي صوته في بيتي؟ ده ما حصلتش قبل كده ولا هتحصل. بصراحه يا حماتي انا مش عارفه بصراحه حسام ابنك ده حصل ايه في دماغه عشان يتجوز الاشكال بيها دي. هو انت جننتي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لاحظي بقى ان انا واقفه، ما يصحش كده. وقتها بتيجي اختها سومه وهي ماسكه بطنها. بطني مش قادره، بطني سومه تعبانه. طب تعالي يا حبيبتي تعالي هكشف عليكي. وبعدها رحت كشفت عليها وفي شقة كمال. انا مش قادره اصدق اللي بيحصل ده. هي اختك دي ايه؟ طماعه؟ دي طماعه طول عمرها. والله ما هسيبها، وهتشوفي عم معاها ايه. مش قادر، مش عارف في ايه، دماغي عامله كده ليه، وجعني قوي. وبعدها وقع وفي المستشفى. كانت واقفه نهى لما فاق. كويس انك فقت. بقول لك ايه، ارمي عليا يمين الطلاق، انا مش عايزه الجوازه دي. هو انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه من كلامك ده. هو انا كنت عملت ايه يعني عشان تقولي الكلام ده؟ بقول لك ايه، انا مش هقدر اجري بقى كل يوم على مستشفى شكل. انت كده ربنا ابتلاك وانا مش ناقصه. الله، هو في ايه؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. الدكتور قال ان انت عندك المرض الخبيث، وانا بقى مش ناوي اشيل حد. يا عينيا، هو انا قادره اشيل نفسي لما اشيلك انت؟ وبعدها مشيت. معقول اللي حصل ده؟ اكيد ده ذنب اخواتي، انا ما كانش ينفع اعمل كده. وبعدها بيومين لقيته متصل عليا. خير، عايز ايه؟ ايه ده مال صوتك يا كمال؟ عامل كده ليه؟ ارجوك تعالي بسرعه، انا تعبان قوي ومش قادر، انا في المستشفى. وبعدها قال لي على اسم المستشفى وانا رحت له. شفت اخر اللي بتعملوا فينا؟ حقك عليا، انا اسف، اوعدك ان انا اشيلك في عيوني انتي واختي، بس لو ربنا شافاني ان شاء الله تقوم بالسلامه. وفي الوقت ده سما خرجت من شقتي وكانت تعبانه قوي وفضلت ترجع لان كان عندها برد، وهي خرجت. ايه القرف ده؟ انت عبيطه بنت انتي، ازاي تعمل كده؟ عشان سومه تعبانه، سومه تعبانه، سومه مش قادره. اوعي كده، جاتك القرف. وبعدها وقعت على السلم واختي دماغها اتفتحت. هو انا جيت في الوقت ده؟ يا نهار ابيض، ازاي الكلام ده؟ والله ما تعرفي عم فيكي ايه. وبعدها اخدت اختي ورحنا على المستشفى، وهي نزلت عند حماتي. مالك يا بت عامله كده ليه؟ هو حصل حاجه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي، حصل مصيبه، مش عارفه اعمل ايه يا حماتي. الله، مالك يا بت؟ ما تقولي على طول في ايه؟ البت سومه رمت نفسها من على السلم، واختها شافتني واقفه وهتيجي تعمل معايا مشكله. ولا تشيلي هم اي حاجه، روحي اقفلي الباب اللي بره. وبعدها انا وصلت ولقيت الباب مقفول. حماتي بصت لي. بقول لك ايه، اختك مش داخله البيت تاني، عايزه تدخلي تمشيها من هنا. كله بسبب ايه، والله العظيم انا ما هسكت. وايه استغلت الموقف، وبعدها طلعت تليفونها وصورت. هتعملي ايه يعني؟ مش فاهمه كلامك. ربنا عمره ما هيديكي عيل، والله ما تعرفي اعمل ايه. هجيب لك الشيخ يتوضى باللبن في الحمام عشان ما تخلفيش. معقول هتعملي كده؟ ازاي يعني؟ والله لا تشوفي، انا هوريكي عم فيكي ايه. بعدها نزلت الفيديو وانا رحت اخد المفتاح من اخويا ورحت شقته. وكانت الصدمه لما لقيت حسام متصل. ممكن اعرف بقى اللي انت عملتيه ده؟ بقيتي ترند ازاي كده؟ وازاي تقولي الكلام ده؟ مش فاهمه كلامك، ترند ازاي يعني؟ صورتك وشارت الفيديو. ايه مش قادره يعني تمسكي لسانك؟ والله العظيم غصب عني، لما شفت اختي كده ما قدرتش اسكت، وامك كمان قفلت الباب في وشي. طب اصبري، انا هحل المشكله دي. وبعدها كلم التلفزيون عشان يجي ويصور معايا. وفي شقه ايه دخل محمد. ممكن اعرف بقى الهبل اللي انت عملتيه ده؟ ازاي يعني عملتي كده؟ انت شيطانه. والكلام بقى اللي قالته ليا كان كويس ولا ايه؟ هو انت ليه كده على طول جاي عليا؟ عشان بتغيري منها، انت طالق وانا مش عايزه اعيش معاكي، اطلعي بره. معقول بتعمل فيا كده؟ ازاي يعني؟ عشان انت بقى مش كويسه، اللي زيك ترمي في الشارع. اتفضلي يلا اطلعي بره. وفعلا بعدها طلعها بره وجيت تلفزيون صور معايا، والدنيا كلها عرفت ان انا ما عملتش حاجه وكنت بدافع بس عن اختي. وبعدها رجعت لجوزي، بس عشنا في شقه اخويا وكنت واخده بالي من اخويا وهو في المستشفى. وبعدها اخويا بقى كويس وجوزي بقى شقته في بيت ابوه، وعشت مع جوزي اسعد ايام حياتي. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.